السلام عليكم. النهارده هنعمل مع بعض كيكه الشوكولاته. كيكه دي كوبايه ميه دافيه، ودي كوبايه الا ربع الزيت، كوبايه سكر، معلقتين كاكاو خام كبار، تمام، عليهم ورقه فانيليا، ولو عندك الفانيليا سايبه حطي منها اللي هي على طرف المعلقه، وده كيس نسكافيه، تمام كده، كيس نسكافيه ده هيعزز الطعم بتاعي كويس قوي. طب لو انا عندي الكاكاو بتاعي مش خام احط 3 معالق، لكن ده خام فاحنا حاطين معلقتين بس. ودول كوبايتين من الدقيق. الكوبايه دي انا حاطه عليها رشه من الكربوناتو. الكربوناتو اللي احنا بنستخدمه مع طعميه مثلا، مع العرقسوس، طبعا انتوا عارفينه. ودي كوبايه تانية انا حاطه عليها كيس بيكنج باودر، تمام. يلا نشوف مع بعض هنعمل ايه. دلوقتي انا هضرب المكونات دي بتاعتي في الخلاط، هضربها كويس قوي مع بعض، وشلت الدقيق والبيكنج باودر على جنب، وده هننخله، يبقى دول هنضربهم في الخلاط، والتانيين والدقيق هننخله وننخله كويس قوي. يلا بينا نضرب المكونات دي في الخلاط كويس قوي. وادي اهو بعد ما ضربت الصوص الحلو بتاعي مع بعض، شايفين شكله عامل ازاي، ونخلت الدقيق بالبيكنج باودر بالكربوناتو 5 مرات، ممكن تعمليهم 4 مرات، بس احنا بننخله بحيث ان يدخل للدقيق الهواء. وهنبدأ ننزل بالصوص بتاعنا على الدقيق بالشكل ده، تمام كده، وتبدأي تقلبي في اتجاه واحد بالمضرب اليدوي بتاعك، تمام. يلا بينا، شايفين معايا في نفس الاتجاه وبالراحه، تقلبي بالراحه وفي نفس الاتجاه، ما تعمليش اتجاه تاني عشان تفضل معاكي هشه. وادي اهو بعد ما قلبتها كويس قوي بالمضرب اليدوي بتاعي، جهزت الصينيه بتاعتي. الصينيه زي ما احنا متعودين في اي كيكه ان انت تعفريها. يعني ايه تعفريها؟ تحطي فيها زيت او سمنه او زبده ايا كان، وتحطي معلقه من الدقيق وتمشيها في الصينيه كلها، وبعدين ترمي الزوايد، تمام كده. طيب احنا عفرنا الصينيه عشان خاطر ما تلزقش فيها الكيكه بتاعتنا. يلا بينا بقى ننزل بالكيكه بتاعتنا في الصينيه. وادي اهو بعد ما حطيناها في الصينيه تبداي تضربيها ضربتين 3 كده، تمام، بحيث تطلع منها الفقاقيع دي، عشان خاطر ما تطلعش الكيكه بتاعتنا مفقعه كده. واحنا بنعمل بقى الكيكه بتاعتنا في اخر خطوات، تشغلي الفرن من تحت، تسخن معاكي 5 دقايق 7 دقايق بالكتير، تسخني الفرن وبعدين تدخليها. طبعا زي الكيكه العاديه، ان انت ما ينفعش تفتحي عليها عشان ما تهبطش معاكي. ما ينفعش ان انت تخرجيها على طول اول ما نقفل الفرن، ان انت تسيبيها شويه، ما تخرجهاش من سخن خالص لبروده هتلاقيها هبطت منك. فاحنا هنشغل تحت ونحطها على الشبكه. لو عندك مروحه تشغلي المروحه عليها من جوه، تمام كده، وتسيبيها تستوي لمده نص ساعه بالظبط، هتلاقيها عليت معاكي. لو ما اخدتش وش ممكن تشغلي الشوايه تاخد وش بسيط معاكي، تمام كده. يلا بينا. ودلوقتي بقى والكيكه بتاعتنا في الفرن، خلينا نجهز الصوص سريع وطعمه حلو، هنحطه على وش الكيكه عشان خاطر تديها طعم اكتر وتعززها وتخليها زي كانها تورته او جاتوه. يلا بينا. ادي دول 3 معالق سكر كبار، عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الخام، ولو مش خام نحط 3، تمام كده. وهنحط عليهم رشه من الفانيليا. ويلا بينا نحط معلقه ونص من النشا. وادي اهو انا نزلت بمعلقه ونص من النشا، وهنزل بكيس من النسكافيه كمان عشان يعزز الطعم معايا. ولو النسكافيه بتاعي كيس كبير ممكن نحط الكميه اللي احنا حطيناها في الكيكه ونحوش ربع الكيس وبعدين نحطه في الصوص بتاعنا، تمام كده. وهنجهز كوبايه ميه من الحنفيه وهننزل بيها على الصوص بتاعنا، ونبدا ندوبه كويس قوي على البارد، يعني على البارد كده قبل ما نرفعه على النار. ايوه، هندوبه كويس قوي عشان خاطر النشا ما تكتلش معايا. يلا بينا. وادي اهو طالما الصوص بتاعي انسجم مع بعضه، وادي دوبناه كويس قوي مع بعض، نرفعه بقى على النار، ولما يتقل معانا نرفعه من على النار. وادي الصوص بتاعي اللي بعد ما رفعته من على النار، شايفين هو ده القوام اللي انا عايزاه، ان هو يكون تقيل بالشكل ده. وانا حطيت عليه معلقه كبيره من السمنه او الزبده، او لو ما عندكيش سمنه وزبده ممكن تحطي معلقه زيت، بحيث ان احنا بنلمعها. وادي سمنه او الزبده لو حطيتيها في وسطها كده وهي طالعه من على النار هتسيح في وسطيها، ونقلبها كويس وتكون جاهزه.
ادي الكيكه بتاعتي بعد ما طلعتها من الفرن انا سبتها تهدى خالص، وبعدين قلبتها في صينيه تانية اللي احنا هنقدم فيها بالشكل ده. شايفين معايا ما لزقتش خالص طبعا عشان خاطر الدقيق اللي احنا بنحطه في القعر. تمام كده، شايفين شكلها. نسيبها تبرد خالص وبعدين هنبدا ان احنا نعمل لها شربات. يلا بينا. والشربات عبارة عن ايه بقى؟ نص كوباية من المية بدرجة حرارة اللي هي مية عادية، يعني ولا ساقعة ولا سخنة، عادي خالص اللي هي مية فترة. هننزل عليها بمعلقة من السكر، المعلقة دي اللي هي معلقة الشاي. تمام. وبنفس المعلقة دي هناخد من الصوص الحلو اللي احنا عملناه معلقتين على معلقة السكر. وادي اهو نزلت بمعلقتين من الصوص الحلو اللي احنا عاملينه. تمام كده. ونبدأ ندوب كل المكونات دي كويس قوي مع بعض. يلا بينا. ودلوقتي بعد ما دوبت كل المكونات بتاعتي في نص كوبايه الميه اهي بالشكل ده، انا جبت الكيكه بتاعتي اهي وعملتها بالسكينه، عملت فيها خروم بالشكل ده او بالشوكه او بالخله زي ما تحبي. تمام كده. وهنبدا بالمعلقه نسقسقها من على الوش، ما تخافيش خالص، دي هتخليها معاكي كانها اللي هي تورته بره. تمام كده، تلاقيها كده سفنجيه من جوه طريه، ما تخافيش خالص ان هي تعجن معاكي. يلا بينا نسقسقها شويه شويه. ودلوقتي انا خلاص حطيتها سقيتها بالشربات ووزعته كويس قوي عليها من فوق. تمام كده. طيب خلي بالك برضو ما تنسيش ان انتي تطلعيها بعد ما تطلعيها من الفرن، تطلعيها وتسيبيها تبرد خالص وتغطيها عشان برضو ما تنشفش معاكي. وبعدين تبداي تعملي لها الشربات، وبعدين هنحط لها الصوص الحلو على الوش. تمام كده. وبرضو كمان ما ننساش ان احنا لما تستوي معانا ما نطلعهاش من الفرن على طول، تسيبي الفرن موارب عشان ما تهبطش منك. ودي برضو نفس الكيكه العاديه عادي خالص، برضو ما تطلعهاش على طول لان من سخونه جدا لبروده هتهبط معاكي. ودلوقتي هنحط الصوص الحلو على الوش ونوزعه كويس قوي. يلا بينا. وادي انا دلقت عليها الصوص الحلو اللي احنا عاملينه مع بعض، وابدا افرده بالمعلقه كده كويس قوي، وعلى الجناب كمان نخليه ينزل في كل حته. ودلوقتي انا زوقتها بالشكل ده. انا حطيت الصوص الحلو بتاعنا فردته كويس قوي، وبعدين حطيت عين الجمل بالشكل ده اللي هو ممكن تحطي زبادي، تحطي اي مكسرات عندك، جوز هند او اي نوع فاكهه، ممكن لو فراوله مثلا نقطعها سلايدات كده ونحطها على الوش بتبقى حلوه قوي. يعني ممكن تزوقيها انت زي ما تحبي. ولو مثلا ده عيد ميلاد حد ممكن تحطي له شمعه، اللي هي تورته اقتصاديه في البيت وهتعجب اولادنا وطعمها حلو قوي. ولو جربتيها هتعتمديها في بيتك وهتعمليها على طول وتفرحي بيها اولادك. وطبعا ما تنسوش ان احنا بعد ما نزوقها وخلاص نخلصها خالص ندخلها التلاجة ساعة، بس طبعا نغطيها عشان ما يوصلهاش مية. ساعة وناكلها بألف هنا. يا رب الفيديو يعجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.